هاي 10 من 10. هاي اشي مش طبيعي. هاي 10 من 10. هاي المرجان الاصليه 1995 لنا في هذا الكميه. السلام عليكم متابعينا الكرام، جبنا لكم العديد من الفيديوهات والمقاطع على العديد من المشاهير العرب وخاصة بعض اليوتيوبر. وواحد اليوتيوبر ثاني انا يعجبني مازن دار واحد الردود على المنتوجات الجزائرية خاصة المرجان والعديد من المنتوجات الجزائرية الأخرى. دوك نعرضوها ونديروا بحول الله ردة فعل فيها. وقبل ما نبداو نشوفوا الفيديوهات نتمنى منكم الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ديروا لنا الإعجاب والاشتراك فعلا وليس أمرا، رانا قربنا بزاف على 300 ألف مشترك أخ وأخت. ما بقاش بزاف ونكملوها نشوفوا مع بعض بحول الله. وعندنا مقاطع مفاجئة وخاصة المقطع الأخير في نهاية الفيديو. شوفوا معنا. رحت على دبي على محل فيه سناكات جزائرية بس تحية عشان الجزائر. هذا الفيديو وفيديوهات فشكلها يعني طيبة على الآخر. بس بالبداية ولا أقول لكم مش بالبداية، خليها آخر إشي. شوكولا المرجان هاي شكلها إشي مرتب، إشي مرتب. شفت فيديوهات مخيفة بيحكوا إنه أطيب من وش رايكم انتم في النوتيلا. المرجان وعلى ولا في فكرة منتوج آخر؟ عملوا لها بان بفرنسا، يعني جزء حضروها المفروض من فرنسا، بالمرجان. ممنوع حدا يشتريها هناك. مش عارف شو السبب بس عفوا. عملكم اي اس ام ار. طيب فخلينا نجرب. حاسه طيب. والله طيب. مرتي بتطلع علي نفسها تاكل، ممنوع. من 3 ايام جايبهم نفسها تاكل، ممنوع تاكل. اوريو، شوكولاته الاوريو محشي بالاوريو. بسم الله، هاي متحمس عليها. دايبه حاسسها، والله دايبه. اسمعوا دايبه. تحية الجزائر. واو يعني مبينه اشي مرتب. خلينا نجرب. بسم الله. اشي مش طبيعي. شوفوا هذا الخليط، شوفوا هذا الميكس. مش هي دايبه؟ بس تنسوش ديروا لنا تعليقات إيجابية خاصة لهذول اللي يحبوا الجزائر. شايفين الوضع كيف؟ احنا تاني هذا سحوري والله، هذا سحوري. بس ثقيله. بس تعطيها 9 من 10. طيبه فنانه هاي الشوكولا مع الاوريو مومن. في هاي كمان حكالي صاحب المحل هاي اشي يعني مش طبيعي، لما تاكلها حتدعي لي. حكيت له بس هاتها، فخلينا نجربها هلا نشوف حندعي له ولا راح ياكل محب الجزائر. لا طب. واو ريحتها زي الكندر. خلينا نجرب. بسم الله. صح عيدكم مسبقا. اسمعوا 10 من 10. هاي 10 من 10. هاي اشي مش طبيعي. هاي 10 من 10. جربي اشي مش طبيعي. هاي طعمتها غريبة هيك، كريمة البندق مع فيه كمان هيك بسكوت جوا خفيف. اشي رهيب. لحظة. رهيب. بسم الله. كل حاجة من الجزائر ما شاء الله. اسمعوا موزع مقاطع يلي كثيرة اللي كانت تحبها نشرها. الحشوة اللي بتكون بالكندر حرفيا هيك طعمها. اشي رهيب. نجربها هاي مع القطايف. اشي جدا رهيب. بدنا نعمل اللقمة اللي هي شو زي ما انتم شايفين. هاي اللقمة راح تكون اشي بالخيال. بدنا نجرب. بسم الله. يكون الصوت مليح. طيب اطيب بكثير. عشان هيك عملوا لها بان بفرنسا. اكيد بدهم يعملوا لها بان، حيخسروا الشركه، راح يخربوا بيوتهم. الوضع اشي بالخيال. كتنويه مهم. المنتوجات الجزائريه راهي طاغيه. تعالي بالله عليك تعالي. عندي بزاف فيديوهات حمسونا برك. البنات هيك في اعجابات. شاركوا لنا الفيديو مع احبابكم. ضغطه واحده برك تحفظنا. ثمك فاهم. انا تسحرت.
في الايام الاخيره انا شيء نقصت تقيل، شويه في كثير النشر ثقيل الاكل صراحه. وهي على جد حرفيا تفاح. فيها زي كانه حشوه الكندر انت قاعد بتاكلها بمعلقه، فشيء جدا رهيب. Et DZ, merci. Franchement, merci. C'est archi bon. Franchement, les gars, je sais pas comment vous faites. Hein. Eh, vous êtes des génies. Vous êtes des génies. Cette pâte à tartiner, elle est magnifique. Je l'ai testée, elle est incroyable. Elle est sans gluten, sans huile de palme. En fait, c'est du El Morgen, mais retravaillé en vrai. T'as vu? C'est à peu près la même chose. C'est incroyable, non. لو سمحت صباح هي بكم؟ حبيبي. هاي ب 19.95. كيف يعني؟ ما انا امبارح سمعت انه ب 40 درهم. لا حبيبي نحن سويس ماركت حارقين سعرها. هاي المرجان الاصليه 19.95 لنا فاضل كميه. جد تحكي؟ هي حبيبي. طالما هيك هات هذول كمان. على جيجل كثير نصحوني فيها، فانت راح تورينا في واحد جمال. ماذا بكم تحاولوا تفعلوا شويه تعليقات افضل من طبعاً الجزائر. متحمس لاني راح حتى بروح انت بيتكم بعد جزائري شوي ولا وياك. جزائري يقولوا لنا ولا متوتر جزائرية ولا ما اقول جزائرية. متوتر يعني، أفضل من وبشوف كل جمال جزائر. المكان. انا صرت الطريق شفت اشياء كثير. لا بالعكس تحبون نولي شكراً إن حتى شاء احنا الله. نتذوقوا مبدئياً. معكم هنا في الفيديوهات. الرشتة الله يا جماعه، انا اليوم راح اكل الرشتة الجزائريه. اتمنى تعجبك يعني. اكيد حتعجبني يعني. انت ايش الله، أول مرة تحياتنا أشوفها. لكل أنا ما محب أعرف كيف للجزائر. اسمها الرشتة. اروح اغسل يدي وارجع الحين ناكل. ما شاء الله ما شاء الله. لحم مفروم، اللحم وهذا الزفيطي، هذه السلطه، ايوه وهذه شوربه بالخضار. ايوه هذه الشوربه اللي انا اقول شوربه جزائريه. يلا نقول بسم الله. يا جماعه احس اني موجود في بيت في السعوديه، صحايكم وسبحان ريحه الله. بخور. والليمون لا اسم عندكم؟ قارص. ايوه نحط شويه قارص على الشوربه لكن هذا الخبز يعني يكون صراحه مع الشوربه صح؟ الدمام. بالضبط. انا بين الدمام والرياض انا، بس بيت اهلي في الدمام. ايوه هذا الدمام عائليا. معها صلصه وتدفن صح؟ انت قلت لي كم تقريبا يعني؟ صحوني اخذها باللحمه ولا بالدجاج؟ زي ما انت اخذ الاثنين، جرب الاثنين. خليني اجرب هذه اول. طب هي ايش نودلز؟ كل حاجه من الجزائر ما شاء الله. موزع المقاطع كثير اللي كتحبوها ان شاء الله. حط الصوص. شلون؟ كأني في بيت في السعودية. طبعا اثاثهم كله جايبينه من السعودية من لما كان يشتغل ابوه هناك. الريحة ريحة بخور، لا في كل شيء كل شيء. اللي يحب يقترح علي اي موضوع اقترح عليه، احط لي في واحدة التعليق. هنا موجودة في السعودية يدير بعد حولي. اسمها رنيم. وايش موجود عندها؟ أي مجال. وايش موجود عند رنيم؟ المهم عنده السعودية. علاقة بالجزائر. الله. وين حاططيه عندك في الغرفة؟ وين؟ شوفوا وين حاطة العلم. الله عليك يا رنيم، الله عليك يا رنيم. المهم متابعينا كان هذا فيديو اليوم، مع السلامه.